العودة لسكة الانتصارات. الأهلي انتصر على سيراميكا كليوباترا. ماتش كبير، ماتش مهم، ماتش صعب. أكتر ما يميز الماتش ده عماد النحاس أخيرا ظبط التشكيلة. نزل بتشكيلة هجومية، هو ده اللي احنا عاوزينه من الأهلي. ما ينفعش نلعب لعب دفاعي. أي نعم، بعد الدقيقة 70 قفل الدنيا بقى يلعب دفاع ورجع ورا، وده أصلا حاجة مبحبهاش. بس على الأقل غير التشكيل من المرة اللي فاتت، أما لعبش بديانج ومروان عطية في أول الماتش. لعبنا ضغط عالي، ودي حاجة كويسة أوي، ضغط مكثف من كل النواحي. أهدرنا فرص. سيراميكا كليوباترا فريق كبير وفريق مهم. تلات نقط مهمين رجعونا لسكة الانتصارات. وأحسن حاجة عملها تريزيجيه، اللي هو رجع وراح وحيا الجماهير بعد الجول، وحيا الجماهير كمان قبل الماتش. تغييرات أماكن النحاس متأخرة أوي. المفروض كان يغير من بدري. حسين الشحات لازم يبقى ليه دور الفترة الجاية مكان طاهر. ومحمد شريف مع الأسف ده مقلب كبير خالص. محمد شريف في الوديات كان بيجيب أجوان، وفي الآخر ماتشات الرسمية ولا أي حاجة. مبروك المكسب. تشكيلة النهاردة كانت حلوة، بداية التشكيلة حلوة. نلعب تريزيجيه مركز 8 جنب بن رمضان، ووراهم مروان عطية يأمن الدنيا. ياسر إبراهيم رجع ورجوعه وفرق كتير قوي معانا. محمد هاني وكوكا باك شمال عشان مفيش غيره قدامك. محمد شريف يعني لازم نبتدي بقى الفترة الجاية بجراديشار. وبدل طاهر محمد طاهر كان جناح يمين، وبن شرقي عمل ماتش جامد أوي 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 كده، هو في الجناح الشمال. الصراحة كان بن شرقي اللي احنا عايزينه، بس عايزينه يظبط الفينش ويبقى فتنس أعلى شوية، فيزيكال أعلى شوية. ده الجناح اللي احنا محتاجينه، إن هو بيلعب مساحة الفرقة، مهاري لمصلحة الفرقة. الفترة الجاية أو الماتشات الجاية لازم نكسب. نعمل أداء مش أحسن حاجة. بس دي فترة تجميع بنار، لأننا لازم نجمع نقط كتير عشان نرجع تاني المنافسة على الدوري. عايز حسين الشحات يبتدي مكان طاهر، وجراديشار يبتدي مكان محمد شريف. مش هيبقى أوحش من محمد شريف. مبروك المكسب الأهلاوية. متنساش تدعمني بلايك وفولو. لايك وسبسكرايب، عاوزين نوصل 100,000 سبسكرايبر. سلام.